شديد خلاص، وبحب الهلال المريخ شديد جدا جدا. قال لي قريبه دار حضر يقول هلال المريخ بس دار اشوفهم كده بعيني. قال لي جدا تعال انا بوديك استاد الخرطوم تحضر هلال المريخ. جابوا لك في الخرطوم الساعة 3 ظهر، ودى لك مطعم قراصة غدى لك بقراصة لما العروق جابها طلع شحطا. ودى لك الاستاد من عصر بدري خمسات كده، دخلوا الاستاد الكورة مدورة هلال المريخ قريبنا ده مقهلك وين؟ فوق الكشافات والكورة تحت. قريب يقول لهم العين الكورة تحت، ناس هلال المريخ ديل تحت لاعبين في النجيلة دي، انت بتعاين فوق مالك؟ دار اشوف كلمة مباشر مكتوبة وين؟ وما قصدنا نستهزئ بأي فريق رياضي في السودان أي كان اسمه، بس دي طرائفنا الرياضية الكروية اللي بتكون بين الهلال والمريخ. والتحية لكل الفرق السودانية الموجودة في السودان، وتحية خاصة للفرق الموجودة معانا في صالة أهل شندي الهلال المريخ، لكم التحية. ودي قالوا ولد مشي يخطب له بنت، أبو البنت قال لي يا أخي أنا بسألك سؤال، أنت هلالابي ولا مريخابي؟ قال لي كيف يا أخي سؤال زي ده عشان تعرسي بنت؟ قال لي بس أنا بتبع عريسة باللونين ديل، انت هلالابي ولا مريخابي؟ قال لا انا هلالابي. قال لي اديتك البس سوق طوالي. ساق البيت بعد فتره جا راجع قال لي انا سيبي لا سالتني قلت لي انت قريت شنو؟ شهاداتك شنو؟ حتاكل شنو؟ حتسكن وين؟ اقول لك هلالابي تديني البيت السر في كلامك ده شنو؟ قال لا اجانا ها علي بالطلاق اللي بيصبر عليه بيتدي بيصبروا عليه الهلال. وبقولوا أجمل استاد في السودان وفي أفريقيا استاد المريخ في العرض أم درمان. وجمال استاد المريخ ما عشان طابقين ولا ألوانه الزاهية، قالوا إذا جات مطرة خريفية كثيرة الاستاد ده ما بيمسك موية. ليه؟ لأنه كله مواسير. وقالوا واحد من أهلنا ديل متزوج لي مرة اتملى منها شفع كثيرين جدا جدا، قام صراحة قال لا أنا داير أعرس بيت جامعية مناسبة كده معاي داير أعرسها. أشوف بعدين أنا فترتها ده بيجاي وده يوط بيجاي ده طالع لي بيجاي، قالت لي داير تعرس عرس طوالي وصراحة ووراه البيت داير أعرسها. قالت لا مش بدي كان وافقت بيك أنا الشيل علي التلج علي تصديق الحفلة علينا شباب البلد ديل قاعدين ما عندك أي مشكلة بس مش للبيت دي. مشى للبيت البيت قالت لا أنا رفضتك ما عايزاك البيني وبينك انتهى. جا راجع مرته قالت لي مالك زعلان كده؟ قال لا البيت رفضتني. ايوه زغرتت. قال لا بالزغرتي مالك؟ قالت له مرحبا بكم في الكونفدراليه. ودي تهنئه كبيره للفرق اللي شاركت في الكونفدراليه او صدرت للكونفدراليه. معانا زميل معلق جميل جدا جدا الشوالي، دايرين نشوف رايه وفي تعليقه لإنجازات الكرة السودانية الأهلي والمريخ والهلال في الكونفدرالية. مرحب بك أستاذنا ومعلقنا الشوالي. يبقى الأمل موجود والذكريات قادمة في سودان جديد متجدد بعيون جريئة اسمها الهلال المريخ الأهلي شندي. إذا تحدثنا عن المريخ فنقول هو صاحب الكوس المحمولة جوا على خلفيات انتصاراته التاريخية ببطولات عديدة قادمة وثابتة في تاريخ السودان والمريخ. أما الهلال فنقول إذا برج بيزا تاريخي والكل صوم ستوري فأن الموج الأزرق له مكان بين الأساطير. ونقول أيضا ظلموك يا هلال حينما سموك هلالا وأنت بدر التم في ليل الدجى. أما الأهلي شندي فنبقى نقول اللوحة اكتملت بنزير قادم اسمه نمر في الأسود الأفريقية موجود للعالم وللعالمية. نقول هو السودان يتألف من الروعة والجمال في مريخ وهلال وأهلي شندي. في أمان الله. شكرا المعلق الشوالي وتعليق داخلي محلي. احنا برضو نشوف رأي المعلق الجميل الرشيد بدوي عبيد في فريق الهلال لصدور الهلال للكونفدرالية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عشر المرسلين. الحقيقة كل سنة وانتم طيبين. أول حاجة أنا بقولها إنه الهلال ما غريب عليه إنه يوصل لدوري المجموعات، فريق متميز، فريق عنده إمكانيات عالية. أنا حذر فقط من الثبات الانفعالي من أول 5 دقائق
ضروري انه يكون الهلال متماسك، داير يلعب بالاطراف في الوسط في المقدمه ونشهد اهداف كبيره. بنتمنى للهلال والمريخ والاهلي شندي تشريف الكره السودانيه في امان الله. شكرا رشيد بدو عبيد. وتعليق ثاني للرشيد المهدية الانيق عن فريق نمور شندي. الاهلي شندي دارين رايك وتعليقك لصعوده للكونفدراليه. أنا حقيقة سعيد جدا، سعادة كبيرة، سعيدة بهذا الأداء، بهذا التميز، بهذا التألق، بهذه الفكرة الجميلة اللي وصلت الهلال والمريخ والأهلي شندي لهذه البطولة الراقية، البطولة المتميزة. هلال المريخ أهلي شندي، لكن أنا بتكلم عن أهلي شندي. البداية كانت موفقة، الوسط حيكون موفق، المقدمة حتكون موفقة. أنا بحيي كل الناس اللي شاركوا في الأهلي شندي. تحية لمحمد الكوكي وتحية لصلاح إدريس، ده ما كستيرتليك. وتعليق آخر لحبيبنا وصديقنا ووالدنا وعمنا وخالنا المحبب لنا جدا جدا عبد الرحمن عبد الرسول، وتعليقه على فريق المريخ لصدور المريخ للكونفدرالية. أولا المريخ أداؤه، أنا أقدر أقول حاجة مهمة جدا، المريخ يسير في الطريق الصحيح. والأخ جمال الوالي أدى المريخ كثير، والجنيد أدى المريخ كثير، والسودان أدى المريخ كثير. دارين المريخ يدي السودان في اللحظة الجاية دي. أتمنى إنه يكون النهائي ما بين فريق سوداني وفريق سوداني آخر. ربنا يوفقكم ورمضان كريم. شكرا محمد جلواك، شكرا تجاني الفكمدين على الأورغن، شكرا زاكر سعيد. وتتواصل الرياضة بالحب والمحبة والأخلاق. هلال مريخ أهلي شندي إن شاء الله موفقين وتامين، وإنه الكرة الأفريقية فيها 5 فرق والسودان الوحيد اللي فيه 3 فرق مشاركين في الكونفدرالية. تهاني